اتعلقنا من صغرنا ببعض أغاني المناسبات، ومنها أغنية وحوي يا وحوي، وكمان أغنية اصحى يا نايم اللي غنتهم طفلة صغيرة، بس الجمهور ما يعرفش عنها حاجة. تعالوا أقول لكم مين البنت دي، هتتفاجئوا من جنسيتها، وهتعرفوا كمان ليه أنور وجدي اتسبب في إنها خلاص سابت مصر. هوريكم أحدث صور ليها بعد أكتر من 70 سنة من عرض أغنيتها، وهتعرفوا مين هي أختها اللي مثلت مع إسماعيل ياسين. خليكم معانا لآخر الفيديو عشان تشوفوا كل المعلومات الجديدة. الفنانة هيام يونس من أصول لبنانية، بالتحديد من ضيعة تنورين الموجودة في شمال لبنان، وهي اتولدت سنة 1948. عمرها حاليا حوالي 75 سنة. بدأت هيام رحلتها الفنية لما كان عندها 4 سنين. غنت أغنية غنيلي شوية لأم كلثوم، وبعدها بسنة طلبت تتعرف على المنتجة داغر بحكم إنهم من نفس البلد، وقررت تسافر مع أختها نزهة يونس لمصر علشان يقابلوها. ولما قابلتهم آسيا داغر عرفتها بالمخرج هنري بركات اللي كان معجب جدا بموهبتها، وطلبت منها تشاركوا في فيلم قلبي على ولدي سنة 1953 قدام زكي رستم وشكري سرحان، وحب يوظف صوتها في أحداث الفيلم. غنت أغنية وحوي يا وحوي وأغنية اصحى يا نايم بالرغم من إن عمرها كان 5 سنين بس. وبعد سنين شاركت في الفيلم اللبناني إلى أين، وتعرض في مهرجان كان السينمائي، وشاركت فيه مع أختها نزهة يونس، والفيلم ده فاز بجوائز كتير. وبعدها قررت هيام تعتزل التمثيل وتكتفي بس بالغناء، وتعلمت هيام في مصر أصول الموسيقى والمقامات العربية والعزف على آلة العود على أيدي الموسيقار سليم الحلو. وبعد لما توفى الفنان أنور وجدي جالها حالة صدمة كبيرة، وانهارت جدا لأن أمنيتها طول حياتها كانت إنها تمثل معاه. وقررت من بعدها إنها تسيب مصر وترجع على لبنان سنة 1955. بدأت رحلة هيام في الغناء في لبنان، ولقبها الرئيس اللبناني الأسبق بشارة الخوري بلقب أعجوبة القرن العشرين، وكمان موسيقار الأجيال وصفها بأنها صاحبة أخطر إحساس. كمان بدأ الجمهور يلقبها بلقب نجمة الشرق ومطربة القصائد والمطربة المثقفة، لأنها غنت بكل اللهجات العربية. مش بس كده، لا دي كمان أبدعت في كتابة الشعر ولحنت أغاني كتير جدا، والنقاد لقبوها بلقب الجامعة العربية الفنية. بعد الحرب اللبنانية توفى بعض من أفراد أسرتها وكمان أصدقاء هيام يونس. بعدها أصيبت بحالة اكتئاب شديد وحزن شديد جدا، اعتزلت الغناء، وبعد 20 سنة رجعت من جديد للغناء، وغنت مجموعة من أروع أغانيها زي تعلق قلبي وطفلة عربية وسافر يا حبيبي وغيرهم كتير من الأغاني. أما عن أغنية وحوي قالت هيام إن الملكة آية حتوب قدمت أبنائها كلهم للقتال، وبعد موت عدد منهم خرج عدد كبير من المصريين للتهليل وحوية يا وحوي، وبقت الجملة دي باقية في الوجدان المصري لحد النهاردة. وقالت كمان إنها بتحرص على زيارة مصر من وقت للتاني، أكلتها المفضلة الحمام المحشي، وكمان إنها محظوظة إن أغنيتها اللي فات عليها 70 سنة محفورة في قلب كل المصريين وبيرددوها كل السنين اللي فاتت دي. وقالت كمان إن رمضان في مصر بيختلف عن أي دولة تانية في العالم كله، لأن أجواءه مختلفة تماما، فيها بهجة كبيرة. هيام يونس وصل عدد أغانيها طوال مشوارها الفني أكتر من 700 أغنية بلهجات متنوعة ومختلفة، وبعض الحفلات الغنائية في لبنان ودول الخليج. أما أختها الكبيرة نزهة يونس فهي بدأت حياتها الفنية بدري، واشتغلت مغنية في الملاهي الليلية اللبنانية، تم اختيارها عذراء الربيع اللبنانية، وشاركت في أفلام زي قلبي على ولدي
ومن رضى بقليله، وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات سنة 1957، ورحلت عن عالمنا سنة 1988 عن عمر ناهز 51 سنة. بنتمنى كل التوفيق ودوام الصحة وراحة البال للفنانة هيام يونس. يا ريت كلكم في الكومنتات تقولوا لنا رأيكم في أغانيها، يا ترى لسه فاكرينها ولا لأ؟ وإيه المعلومات الجديدة اللي عرفتوها؟ ويا ترى في معلومات تانية عارفينها عنها ولا لأ؟ ادعوا لها، يا ترى نفسكم ترجع مرة تانية وتشوفوها في عمل أو في برنامج ولا لأ؟ اتعلقنا من